السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدما بدأ يدق ناقوس الخطر بسبب غلق مضيق هرمز، قامت بريطانيا بجمع تقريبا 40 دولة لتنظيم اجتماع يفاوض من أجل تأمين مضيق هرمز والملاحة في الموانئ الإيرانية، وذلك بتعاون عسكري رغم عدم دخول هذه 40 دولة في الحرب ضد إيران، والتي عارضت أمريكا لما دخلت الحرب ضد إيران بطريقة غير شرعية. وكذلك قام المنتدى الدولي والدول الأوروبية ودول الخليج الانضمام إلى بريطانيا، ورفضت أمريكا الانضمام إليهم واكتفت بغلق الموانئ والحصار البحري الإيراني. كل هذه الدول عانت من تزويدها بالغاز والنفط والكروسين، وبالتالي هي تعاني من مشاكل سياحية اقتصادية واستراتيجية. وستقوم هذه الحماية الدولية إلى مرافقة السفن وحمايتها وحماية الشحن عبر مضيق هرمز وإزالة الألغام، وذلك بتدخل عسكري باتفاق مع بريطانيا وفرنسا. وهددت إيران لندن وباريس بالتدخل عسكريا إذا ما حاولوا إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، وتدخل مانويل ماكرون بأنه يرفض الحصار على مضيق هرمز. أمريكا أرسلت غواصاتها كذلك النووية عبر مضيق جبل طارق، مما زاد في الحصار على إيران، وهي لا تقبل أي تفاوض، خصوصا بعدما رفضت كل الدول مساندة أمريكا في حربها على إيران. هنا بدأ القلق الإيراني، وبدأت تقوم بعدة تحركات. هذا التحالف المكون من 40 دولة هدفها هو للدفاع وليس للهجوم. هذا ما كانت تطمح إليه أمريكا، يعني تحالف دولي عسكري لتحرير مضيق هرمز. دونك هنايا اكتشفت الكويت، وبالتالي اكتشفت الكويت بتسلل واختراق عسكري ل4 عناصر من الحرس الثوري الإيراني، مما يهدد استقرار الكويت. والإمارات المتحدة كانت هي الأكثر تعرضا للهجومات الإيرانية، ولكنها ردت الصفعة لها صفعتين. وإلى هنا ينتهي الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.